تفتكروا الذهب رايح على فين الفترة دي؟ ناس كتير بتسأل وفاكرة إن الذهب بعد ما وصل 4900 في عيار 21 وبدأ ينزل إن هو خلاص مش هيعلى تاني، وناس تانية مستنية الذهب ينزل ل 3000 عشان يقدروا يشتروا ذهب، واللي شاري ب 4900 خايف يشتري تاني عشان هو خسران. والعادة اللي موجودة عندنا دايما أول ما نلاقي الذهب بينزل نبطل نشتري، وده كلام غلط وإحنا قلناه كذا مرة. يا جماعة الذهب لما بيعلى ما بياخدش على طول في وشه كده وما بينزلش، لازم يعمل فترة تصحيح ولازم يمشي عرضي. البورصة العالمية بعد ما سمعت 3000 ونص وكان المفروض ان هي تنزل عن 3200 دولار للأونصة الواحدة، وكنا ساعتها هنشوفه في 2990 كمان، يعني سعر الأونصة العالمية كانت هتكسر ال 3000 دولار. هل معنى كده ان احنا نبيع الذهب اللي معانا؟ لا طبعا، بالعكس ده احسن وقت للشراء. بس بما ان الذهب ما كسرش ال 3000 وبدأ يكمل من هنا وخد الموجة الصاعدة بتاعته، يبقى ده احسن وقت للشراء، خاصة ان الذهب ماشي عرضي. وبشرح بسيط للجملة دي، هو بيلعب بين ارقام قريبة من بعض، يعني عيار 21 دلوقتي بيلعب ما بين ال 4750 لل 4700 في الحتة دي. طب وبعدين اكيد هيزيد وهيكسر ال 4000 دولار. وافتكروا ان انا قلت لكم قبل كده ان الذهب اخر السنة دي هيعمل رقم قياسي جديد جدا عليه، بس للاسف احنا ما بنشتريش الا والذهب بيغلى ونبيع وهو بيقل، في حين ان انت لو شاري والذهب غالي الحق اشتري دلوقتي واعمل لنفسك متوسطات في سعر الذهب. وبس كده، دي نصيحة من جواهرجي متابع بورصة الذهب يوم بيوم. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.